ربنا ثم انت وتقولي الكلام ده؟ ده انا حتى مش معايا فلوس ارجع لبلدي تاني. ارجوك يا كريم، انا مش وحشة قوي كده، واكيد لما تعاشرني هتحبني، فدي لنفسك فرصة معايا وانا راضية بقرارك بعد كده، بس بلاش دلوقتي ارجوك، انا مش هستحمل قهرة القلب دي، ده غير الفضيحة بين الناس. وساعتها حاولت امسك ايده عشان يحس بيا ويرجع عن اللي في دماغه، بس لقيته اتنفض وبعد ايده عني، لغاية ما حسيت ان خلاص في اللحظة دي أنا انتهيت وهموت خلاص من وجع القلب. ولقيته بعد عني وقال لي الكلمة اللي عمري ما كنت أتوقعها أبدا إن أسمعها في بداية حياتي اللي أنا ياما حلمت إنها هتكون سعيدة وإن ربنا هيعوضني بعد سنين القهر والظلم اللي أنا عشتها مع مرات أبويا. لقيته بيقولي: للأسف يا رؤي، أنا مش هقدر أكمل ولا حتى أجيبك بيتي، يا ريت تسامحيني لأني اتخدعت فيكي للأسف. وبعدين بصلي بكل قسوة وقال لي: رؤية، انتي طالق. قال الكلمة دي